اكتر اكله ما بزهقش منها وهو السمك، فك منكم زي ما انتم ما شايفين عامل زي الاستريبس بالظبط. جميل. وعشان نعمل سمك بالجمال دوت في شويه تريكات كده لازم اقول لكم عليها علشان تاخدوا بالكم منها، عشان يطلع بنفس الشكل ده والطبقه تكون مقرمشه من بره وقلبه ابيض والتتبيله في حته تاني خالص. وهعمل كمان معاكم شويه رز متبهر، رز صياديه بطريقه المطاعم، وهيكون مفلفل معاكم وناجح من اول مره، يعني بعد الطريقه دي هتعتمدوها. يلا بينا نشوف الطريقه، بس اول مره تشوفوني انا اسمي نانا عادل، ويلا بينا. اول حاجه وقبل اي شيء نوع السمك، وهو ده سمك قشر بياض بيتجاب من عند بتاع السمك عادي، مش السمك المستورد اللي في الاكياس المغلفه، لانه بيبقى زفر وفيه دهون عاليه جدا وما بيبقاش حلو. لكن ده بيبقى لحم صافي. هنقطعه طولي مش عرضي، علشان بيبقى فيه هنا فاصل طولي، لو قطعناه بالعرض هيفصل مننا السمك بعد القليه. بنقطعه بالطول، وبعد كده بناخد كل قطعه بالطول ونقطعها جزر صغيره كده على حسب انتوا حابين ايه، زي كده. ومهم جدا بنشوفه بالمناديل في المرحله دي. بالنسبه للتتبيله هنا هستخدم معلقه كبيره من معجون الثوم او الثوم المفروم، معلقتين من هريسه الفلفل الحلو او السبايسي الشطه، معلقتين من المستردة لو متوفره بس بتفرق جدا، عصرتين ليمونه، ومعلقه كبيره من الخل. وهنحط هنا بقى نستخدم بهارات السمك، وانا الصراحه بحب في سمك الفيليه استخدم بهارات السمك لانها بتبقى جميله جدا. واستخدمت معلقتين كبار، وهنزل بالسمك بتاعي مهم قوي ما يبقاش فيه ميه، بنكون منشفاه خالص عشان ما يفكش العجينه، وعشان برضو ما يبقاش زفر، وهسيبه يتبل. تعالوا هنا نستخدم بقى كوبايتين من الدقيق وكوبايه من النشا، هنزل عليهم برشه بيكنج باودر، وده بيساعد في القرمشه اكتر وبيدي روح كده لعجينه السمك جميله جدا. وهنزل بمعلقتين كبار من بهارات السمك، وهقلب كل الكلام ده. هظبط الملح طبعا علشان الدقيق والنشا دوت اكيد قللوا الملح، وحطيت رشه كركم عشان بيدي لون كويس. انا هنا بقى بقسم المقدار ده نصين، وهقول لكم هعمل بيه ايه. النص دوت بخليه عجينه والنص التاني بخليه بودر. بنزل بالميه تدريجيا كده شويه لغايه لما نوصل للقوام دوت بالظبط، ما يبقاش تقيل قوي ولا خفيف قوي، زي كده بالظبط. وهنزل برضو هنا بشويه مستردة عشان نفس طعم التتبيله اللي في السمك تكون هنا. بعد ما السمك يتبل اقل حاجه نص ساعه او ساعه بالكتير، وبنزل عليه بكل التتبيله، والتتبيله دي عشان فيها ليمون بتنزل مع العجينه بتفرق جدا، ما بيختلفش طعمه. بعد كده باخد بقى قطعه قطعه وبقلبها في الدقيق اللي احنا عاملينه سوا قاسمينه. واهم حاجه يعني ننفضها كده قبل القليه، وده بيدي طبقه كده زي الستريبس او الكنتاكي، بيبقى مقرمشه وجميله جدا. الزيت طبعا سخن، انا مسخناه على نار متوسطه، وبحط السمك بتاعي بقى لغايه لما ناخد اللون الذهبي الجميل